مرحبا بكم أصدقائي في قناة كود مرابط لتعليم السياقة، قناة خاصة بكل واحد باغي يتعلم قوانين السير ويفهم أسئلة ديال الامتحان بطريقة بسيطة وواضحة. إلا كنتي جديد في القناة ما تنسى تشترك دابا وتفعل الجرس باش يوصلك جميع الحلقات الجديدة أو بالأولى. مرحبا بجميع المتابعين القدام والجدد، خلينا نبدلوا طريقة التعلم ونخليوها ممتعة وسهلة للجميع. يلا نبداو الشرح ديالنا. سؤال رقم 1: إلا شكيت في الخدمة الميكانيكية ديال الطوموبيل اش خصني ندير؟ نتسنى حتى توصل المراقبة التقنية المقبلة، إجابة رقم 1. ندير فحص إداري الطوموبيل، إجابة رقم 2. الجواب الصحيح ورقم 2. ملي تكون عندي شي شك في الميكانيك ماشي معقول نتسنى المراقبة الجاية، حيت ممكن الخطر يكون قريب، خاصني نمشي لفحص طوموبيل عند الميكانيكي او ندير مراقبه اداريه باش نكون متاكد باللي السياره مزيانه. السلامه ديما الاولى من نتسنى. اذا الجواب الصحيح رقم 2. سؤال رقم 2: واش نقدر نتابع الطوموبيل اللي دازت من قدامي؟ نعم، اجابه رقم 1. لا، اجابه رقم 2. الجواب الصحيح ورقم 2. ما خصنيش نتبع الطوموبيل اللي دازت، حيت كل واحد عنده ظروف ديالو في الطريق. التتبع الأعمى كيقدر يجيب حوادث، حيت ممكن هو يكون خالف القانون وما دارش الانتباه. انا خصني نسوق باستقلاليه بالعلامات. الا شفت شي واحد دار دوبلاج ما خصنيش نتبعه مباشره. اذا الجواب الصحيح هو رقم 2. لا. سؤال رقم 3: علامة تشوير كتعلم على منع تجاوز، إجابة رقم 1. منعرج خطير، إجابة رقم 2. طريق ذات اتجاه واحد، إجابة رقم 3. الجواب الصحيح هو رقم 1. العلامة ديال منع التجاوز كتكون غالبا دائرة بيضاء وسطها خط أحمر فيها 2 ديال الطوموبيلات، معناها ممنوع نتجاوز حتى نلقى علامة رفع المنع، يعني نهاية المنع. التجاوز في البلاصة خطيرة بحال منعرج كيكون فيه خطر كبير. إذن الجواب الصحيح هو رقم 1: منع التجاوز. سؤال رقم 4: أضواء الطريق كيضويو على 80 متر، إجابة رقم 1. 100 متر، إجابة رقم 2. 150 متر، إجابة رقم 3. الجواب الصحيح هو رقم 2. أضواء الطريق خاصهم يضويو بعيد باش يوضح لي المسافة في الليل وفي طريق مظلمة. القانون كيعطي الحد الأدنى اللي هو 100 متر. إلا كانوا أقل من هذه المسافة كتعني الطوموبيل عندها مشكل في الضوء وخصها واحد مراقبة. إذن الجواب الصحيح هو رقم 2: 100 متر. سؤال رقم 5: السير غادي يتبدل اتجاه ابتداء من العلامة ولا بعد المسافة؟ من عند العلامة، إجابة رقم 1. بعد 50 متر، إجابة رقم 2. بعد 150 متر، إجابة رقم 3. الجواب الصحيح هو رقم 1. التغيير ديال الاتجاه كيبدا مباشرة من عند العلامة، ماشي بعد المسافة. العلامة كتكون نقطة الانطلاق باش نبدل المسار أو الاتجاه. إلا بديت نخمم نزيد القدام نقدر نكون خارج القانون. إذن غادي تبدل الاتجاه ابتداء من عند العلامة. الجواب الصحيح هو رقم 1. سؤال رقم 6: برخصة من صنف بي واش نقدر نركب 8 ديال الناس؟ صحيح، إجابة رقم 1. خطأ، إجابة رقم 2. الجواب الصحيح هو رقم 1. الرخصة من صنف بي كتعطي الحق نسوق طوموبيل عادية وندي فيها 8 ديال الركاب، يعني المجموع هو 9. 8 زائد 1، 8 زائد 1
9 أشخاص. إلى زاد العدد خاص رخصة مخصصة للحافلات. إلى تزاد العدد فوق هذاك العدد 9 يعني خاص واحد الرخصة مخصصة للحافلات. إذن الجواب الصحيح هو رقم 1. سؤال رقم 7. باش نتجاوز الطوموبيل واقفة على اليمين واش خصني نشعل الضوء ديال تغيير اتجاه؟ ضروري إجابة رقم 1. بلا فائدة إجابة رقم 2. اختياري إجابة رقم 3. الجواب الصحيح هو رقم 1. ضروري. الإشارة ديال تغيير الاتجاه ضرورية حتى في التجاوز ديال الطوموبيل واقفة. إلا كانت واقفة وبغيتي تتجاوزها خصك تشعل تغيير ديال الاتجاه السينيال. الإشارة كتعلم الناس اللي ورايا وكتفادى الحوادث. القانون كيلزم على السائق يشير قبل أي مناورة يعني قبل أي تجاوز. إذن الجواب الصحيح هو رقم 1. ضروري. سؤال رقم 8. شهادة تسجيل كارت غريس واجبة إذا كان وزن المقطورة 500 كيلوغرام. إجابة رقم 1. أكثر من 500 كيلوغرام. إجابة رقم 2. أكثر من 750 كيلوغرام. إجابة رقم 3. الجواب الصحيح هو رقم 3. أكثر من 750 كيلوغرام. إذا كانت المقطورة أكثر من 750 كيلو خاصها شهادة تسجيل خاصة. بها أقل من هذا الوزن ممكن تمشي بالوثائق ديال الطوموبيل فقط. الهدف ديال القانون هو تنظيم سلامات في الطريق. إذن الجواب الصحيح هو رقم 3. أكثر من 750 كيلو غرام. سؤال رقم 9. علامات السكة الحديدية كتكون على بعد 50 متر. إجابة رقم 1. 150 متر. إجابة رقم 2. مجهز بحاجز. نعم. إجابة رقم 3. لا. إجابة رقم 4. الجواب الصحيح هو رقم 2 و3. في القانون المغربي أو بصفة عامة العلامة ديال تقاطع السكة الحديدية كتكون غالبا قبل 150 متر. إلا كان مجهز بحاجز العلامة كتعلم السائق يوقف إلى تقفل الحاجز. الخطورة في السكة هي الفجأة ديال القطار. إذن الإجابة الصحيحة هو رقم 2 و3. 150 متر مجهز بالحاجز. نعم. سؤال رقم 10. السيارة الأوتوماتيكية واش مخصصة غير للسائقين المعاقين؟ نعم. إجابة رقم 1. لا. إجابة رقم 2. الجواب الصحيح هو رقم 2. السيارة الأوتوماتيكية ماشي غير للمعاقين، أي واحد يقدر يسوقها. الفرق بينها وبين السيارة العادية هو أن فيها غير دواسة السرعة والفران. فيها غير ديال السرعة والفران، ما فيهاش اللومبرياج، ما فيهاش الكالتش. هذا النوع كيكون سهل في السياقة خصوصا في المدن اللي فيها الزحام. إذن الإجابة الصحيحة هو رقم 2.